السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل أكلة لذيذة وشهية كده وحاجة كده في منتهى الجمال. هعمل معاكم النهاردة طاجن العكاوي بطريقة ومكونات سهلة وبسيطة جدا، والتسوية بتاعته طالعة في منتهى الجمال. اللحمة بتاعتي بجد دايبة، وكمان البطاطس اللي انا حطاها بجد مش مستحمله. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقه والمكونات عباره عن ايه. بس قبل اي حاجه نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمكونات اللي معايا عباره عن ايه. انا عندي اول حاجه عندي حبايتين من البطاطس، ودول طبعا اختياري بالنسبه لك، مقطعاهم كده مكعبات كبيره. وعندي كمان 4 حبات من الطماطم مقطعاهم مكعبات صغيرة. وعندي 3 حبات من البصل كبير مقطعاه جوليان أو جوانح. تمام كده. تعالي بقى للتوابل بتاعتي اللي هحتاجها. عندي أول حاجة عندي معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، وعندي 4 حبات من الحبهان، وعندي 4 حبات من ورق اللوري. وكمان عندي معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من ال7 بهارات. تمام كده. وعندي بقى قرن فلفل اخضر كده، ممكن تحطيه حامي او بارد على حسب رغبتك وبراحتك. تمام كده. وعندي طبعا 2 كيلو من العكاوي مقطعاهم كده، هم اساسا متقطعين وغسلاهم كده ومظبطاهم خلاص كده. تعالي بقى بينا على البوتاجاز، هاتي الصينيه بتاعتك او الحله بتاعتك وانزلي كده ب3 معالق من الزيت. ومش هكتر ماده دهنيه عشان احنا كلنا عارفين ان العكاوي الماده الدهنيه اللي فيها دهون كتير. تمام. فانا مش عايزه يبقى الدهون بتاعتي، نسبه الدهون بتاعتي عاليه. انا حطيت 3 معالق بالظبط كده ان انا اشوح فيهم ايه العكاوي بتاعتي. وهبتدي اول ما يسخنوا انزل بالعكاوي بتاعتي كده عليهم، وابتدي ان انا اشوح العكاوي بتاعتي واديها كده، عايزاها تاخد لون حلو معايا. تمام. طبعا بالتقليب المستمر. وخدي بالك بقى في الخطوات دي عشان ايه، بتحسي ان هي عشان طبعا هي فيها دهون ومع الزيت بتحسي ان هي بتفرقع كده، فخدي بالك. تمام كده. تعالي بقى نتبل العكاوي بتاعتنا وهي برضو في التشويح بايه، بمعلقه الفلفل الاسمر والحبهان وورق اللوري. دول بس اللي هتنزلي بيهم كده على العكاوي، وتبداي بقى تشوحي فيها كده لغايه ما تاخد اللون بتاعك الحلو. انا عايزه العكاوي بتاعتي تاخد لون من التشويح كده حلو قوي. تمام. دلوقتي بقى هجيب البصل بتاعي وانزل عليها وافضل اقلب فيها واشوح فيها لغايه ما البصل بتاعي يدبل. تمام. انا اديتها كده تقليبه وتشويحه، وبعد كده رحت مغطيه الوك بتاعي وسبتها كده ايه 10 دقايق، وكل 5 دقايق كده ان انا ايه بقلبها من تحت لفوق. تمام. بصوا لغايه ما البصل بتاعي نزل الميه بتاعته ودبل معايا. تمام كده. ومش قادره اقول لكم بقى في الخطوات دي الريحه بتاعتها بتبقى طالعه في منتهى الجمال. تعالي بقى نحط الخضار بتاعنا. هنزل بالطماطم وهنزل بالفلفل الاخضر بتاعي واديله برضو تشويحه معاها، وانزل ببقيه التوابل والبهارات بتاعتي. خلاص كده. فاضل عندي البطاطس، ودي طبعا هحطها اخر حاجه عشان ما تتهراش معايا. تمام. طبعا تقلبي فيها بقى وتشوحي فيها. وكمان ايه انا هنا مسخنه ميه سخنه، حاطه ميه سخنه على البوتاجاز جنبي عشان ازود اللحمه العكاوي بتاعتي. تمام. عشان هغطي عليها واسيبها كده ربع ساعه كده مع نفسها تاخد وتدي كده ايه في مع الخضار بتاعي. بصوا بالشكل ده. طبعا انا هنا ما حطيتش ميه ولا اي حاجه، هو الخضار نزل الميه اللي فيه وابتدى ان هو يديني صوص كده على خفيف. تمام. دلوقتي بقى زي ما قلت لكم انا مسخنه الميه السخنه بتاعتي وهنزل عليها. لو عندك الكتل يبقى ايه خير وبركه، لكن انا الكتل بتاعي للاسف بايظ. تمام. هتغطي العكاوي بتاعتك بالميه، وهتغطي عليها بقى الصينيه بتاعتك او الحله، وتسيبيها كده ربع ساعه تتشرب كده على نار متوسطه، يعني ما تعليش النار قوي، لغايه ما تطلع معاكي بالشكل الحلو ده. بصوا في الوقت ده بقى، يعني قبل ما احطها في الطاجن هبتدي ان انا انزل بالبطاطس بتاعتي. خلاص كده. يعني البطاطس في اخر مرحله بتحطيها. تمام. انا هنا بصي العكاوي بتاعتي ابتدت ان هي ايه تستوي. بتعرفي منين ان هي استوت العكاوي؟ بتلاقي اللحمه بتاعتها بتحسي ان هي عامله زي الفصوص كده، بتحسي ان هي ايه فككت كده من بعضها شويه. تمام كده. هاتي بقى الطاجن بتاعك او الصينيه بتاعتك اللي متوفر والمتاح عندك، وانزلي بقى، حاولي تنزلي بالبطاطس الاول وبعد كده عليها العكاوي. تمام. زي ما انا هعمل كده، يعني انا حطيت كله على بعضه، بس في الاخر حاولت ان انا اخلي البطاطس تبقى تحت في في الطاجن بتاعي من تحت، والعكاوي كده مرصوصه على الوش من فوق. خلاص. وطبعا بالصوص اللي هي منزلاه ده كله يعني مش هتسيبي حاجه. بجد الطريقة دي لو جربتيها في العكاوي
بجد تحفة والله العظيم. أنا عن نفسي مش باحب العكاوي صراحة شوربة ولا أي حاجة، أنا باحب أعملها بالطريقة دي، بتبقى شوربة كده من الطماطم كده والبهارات والخضار وبتاع، وكمان بقى ممكن تزودي معاها مش بطاطس بس، ممكن تحطي بزلة، ممكن تحطي كوسة، ممكن تحطي جزر، يعني أي خضار متاح عندك. أنا كان بصراحة مش متوفر عندي إلا البطاطس، وحبيت إن أنا أحط إيه بطاطستين بس، مش يعني ما كترتش، يعني حطيت حبيتين بس من البطاطس. هتبتدي بقى ان انت تغطي دلوقتي الطاجن بتاعك، وهتدخليه الفرن على الشبكة اللي في النص، هتسيبيه لمجرد ساعة كده في الفرن على نار هادية. طبعا هو اخد 3/4 تسوية من فوق، تمام. الربع الباقي بقى هسويه كده على نار هادية كده لغاية بقى ما يشرب السوائل بتاعتي كلها، وتحسي كده ان اللحمة بتاعت العكاوي بقت دايبة. هتشوفوها دلوقتي بجد تحفة، ومش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي. طبعا انا هنا شلت ورق الفويل بس ما حمرتش الوش بتاعه، يعني انا ما شغلتش الشواية على العكاوي من فوق، لان لما بتشغلي الشواية ساعات او بتحطي الطاجن من غير ما يتغطى بتحسي ان اللحمة بتاعتك نشفت، تمام. فانا حبيت ان هي تبقى كده ايه طريه كده وشاربه من الصوص بتاعها. بصوا جمال اللحمه عامله ازاي بجد دايبه، والبطاطس مش مستحمله. لكن العكاوي بجد تحفه، اتمنىكم فعلا تجربوها بنفس الطريقه وبنفس المكونات. والله العظيم لو مش بتحبي العكاوي هتدمنيها بالطريقه دي. اعمليها كده مره وجربيها وعلى ضمانتي بجد هتدعي لي. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى الوصفه بتاعتي النهارده تعجبكم، وطريقتي في عمل العكاوي تعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي أول بأول. نتقابل الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. أسيبكم في حفظ الله ورعايته. سلام عليكم.